قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على الحكومة القطرية التوقف عن دعمها للجماعات التي وصفها بالإرهابية مثل حماس وجماعة الإخوان المسلمين. وقال الجبير في تصريحات على هامش زيارته لباريس إن إلحاق الضرر بقطر ليس هدف المملكة العربية السعودية، ولكن عليها أن تتخذ خيارا وتختار طريقها. أعربت حركة حماس عن بالغ أسفها واستهجانها لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والتي تحرض على حركة حماس. واعتبرت حماس في بيان منها هذه التصريحات غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال شعبها. وقال بيان حماس إن تصريحات الجبير تمثل صدمة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية. وأشار في الوقت ذاته إلى أن تصريحات الجبير مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة لتحرير أرضه ومقدساته. ودعت حماس في بيانها المملكة العربية السعودية إلى وقف التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تغييرا مهما طرأ على طريقة تعامل دول في المنطقة مع إسرائيل، حيث باتت هذه الدول تعتبر إسرائيل شريكا لا عدوا في الحرب المشتركة ضد ما سماه الإسلام المتطرف. وأضاف نتنياهو في كلمة ألقاها مساء أمس خلال مراسم لإحياء ذكرى حرب يونيو حزيران أن هذه الدول ودولا أخرى في العالم تثمن مكافحة إسرائيل للإرهاب. شنوي مشموتي. هناك تغيير مهم طرأ على طريقة تعامل دول في المنطقة مع دولة إسرائيل، فهم يرون فينا وبقوتنا التي أثبتت بشكل واضح في حرب الأيام الستة، يروننا دولة شريكة وليست عدوة في الحرب التي نخوضها ضد الإسلام المتطرف. دول كثيرة في العالم وأيضا في المنطقة تعرف مكافحتنا الحازمة والمستمرة للإرهاب. قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إنه تقرر إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في الأردن. من جهة أخرى حاول عدد من العنصريين الإسرائيليين يقودهم المستوطن باروخ مرزيل الدخول إلى مكتب الجزيرة في القدس الغربية، حيث وقفوا عند مدخل الطابق الذي يوجد فيه المكتب وعلقوا لافتة تطالب السلطات الإسرائيلية بضرورة إغلاق مكتب الجزيرة في القدس المحتلة. وقال أحدهم إنه آن الأوان أن تغلق حكومة إسرائيل مكتب الجزيرة وتطرد العاملين فيه إلى قطر. قالت الحكومة الأردنية أنها قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبين دولة قطر. وأكد مصدر رسمي للجزيرة من السفير القطري مغادرة المملكة خلال أيام. في غضون ذلك أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر نتيجة ما سماه بيان للخارجية الموريتانية دأب دولة قطر على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك. وقد ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض بقطع موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. ووصف الحزب في بيان القرار بالمشين واتهم الحكومة بالارتهان للأجندات الخارجية. وقد خرجت في العاصمة الموريتانية ليلة الثلاثاء الأربعاء مسيرة بالسيارات للتنديد بقرار نواكشوط قطع العلاقات مع قطر. وردد المشاركون الذين رفعوا أعلاما قطرية شعارات تشيد بدور قطر وبسياساتها في المنطقة العربية والإسلامية. وقد طوقت الشرطة الموريتانية دار السفارة القطرية ومنزل السفير القطري لمنع المتظاهرين من الاقتراب منهما. الشعب الموريتاني يرفض أن يكون القرار السياسي مرتهن بيد ممتهني الابتزاز المالي والسياسي لقادة الدول. وبالتالي هذا الهبة الشعبية شفتها عفوية تعبر عن تمسكها بالعلاقات الأصيلة مع قطر بصفة إحدى الدول الداعمة للمقاومة من جهة، وهي المستهدفة على أساس المقاومة الداعمة لحق الشعوب بالحرية، وهذا أحد الحقوق الثابتة الداعمة لكل القضايا العادلة سواء تعلق الأمر بميانمار أو فلسطين أو السوال أو جيبوتي أو غير ذلك. الشعب الموريتاني يشعر بالخزي وهو يتخذ قرارا باسمه ظالم ضد أشقاء في حالة حصار. ونحن نعلن من هذا المكان أننا ضد هذه المقاطعة للدولة القطرية التي كانت دائما تساعد بقضايا الأمة الإسلامية.
قالت حكومة موريشيوس إنها تؤيد الحوار بين دول الخليج. جاء ذلك تعليقا على الأنباء التي ترددت عن قطع علاقتها مع قطر. وقالت في بيان من وزارة الخارجية إنه وفقا لموقفها من الحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول الخليج فإنها تؤيد الحوار بين البلدان المعنية بمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. هذا وقال السفير المتجول السابق لجمهورية موريشيوس في منطقة الخليج إن وزارة خارجية بلاده نفت الأنباء التي تحدثت عن قطع العلاقات وأكدت أنها تحافظ على علاقات جيدة مع جميع دول الخليج. When a piece of news came to the effect that Mauritius has severed relationship with Qatar. عندما علمت بالأنباء التي تتحدث عن قطع موريشيوس علاقتها مع قطر اتصلت بوزارة الخارجية وسألت عن الخبر فأبدوا دهشتهم لسماع ذلك وأكدوا أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن وأصدروا بيانا في اليوم التالي ينفي قطع العلاقات ويوضح أن كل ما نشر عن هذا غير صحيح ولم يصدر من حكومة موريشيوس وأنها لم تقطع علاقتها بدولة قطر. في تطورات الشأن السوري قال العقيد راين ديلن المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة إن التحالف لن يضع جدولا زمنيا لمعركة الرقة التي توقع أن تكون صعبة. وأضاف راين ديلن في مقابلة مع الجزيرة أن تنظيم الدولة قام بتحصين نفسه داخل الرقة مؤكدا أن جنودا وضباطا أمريكيين يساندون قوات سوريا الديمقراطية لكنهم لا يوجدون في جبهة القتال. بعض جنودنا وضباطنا يعملون جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية لكنهم ليسوا في جبهة القتال. نحن نقدم الدعم لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة في الرقة ونتوقع أن يستخدم التنظيم نفس التكتيكات التي استخدمها في الموصل. قال مراسل الجزيرة أن طائرات النظام وأخرى روسية استهدفت بعشرات الغارات الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا. وأضاف مراسلنا أن القصف الجوي شمل أيضا منطقتي غرز والنعيمة شرق درعا. ويشار إلى أن التصعيد على أحياء مدينة درعا ما يزال مستمرا منذ 3 أيام بالتزامن مع محاولات لقوات النظام والميليشيات الموالية له التقدم في حي المنشية وأحياء أخرى تحت سيطرة المعارضة في درعا. جدد عدد من الوجهاء القبليين والقادة العسكريين لقبيلة العواقير في شرقي ليبيا مطالبهم بإجراء تحقيق فيما سموه التواطؤ في تهريب عناصر تنظيم الدولة خارج بنغازي. وفي بيان أصدروه في منطقة سلوق غرب بنغازي أنذر القادة القبليون الجهاز الأمني الداخلي الذي يعمل في ظل ما يعرف بعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر واتهموه باختطاف قائد قبيلتهم الشيخ نوري أبو ثنارة. وفي إشارة واضحة إلى ابن خليفة حفتر صدام حفتر الذي يحمل رتبة نقيب في قوات ولاده رفض البيان استمرار ابن حفتر في قيادة كتيبة عسكرية كلفه والده بقيادتها وأعلنوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه استمرار ابن حفتر في قيادة هذه الكتيبة والتي اتهموها بارتكاب تجاوزات. في غياب أي خطوة على الصعيد السياسي في بريطانيا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وجد بريطانيون في حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل وسيلة سلمية لردعها وإجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية. وتتوسع حركة المقاطعة بسرعة حيث تلقى دعما من قبل المؤسسات والأفراد على حد سواء. طلبة جامعيون يضربون عن الطعام حتى تستجيب جامعتهم لمطالبهم بسحب استثماراتها من شركات يقولون إنها متواطئة مع إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني. هو شكل من أشكال النضال السلمي شعار حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل التي حققت نجاحات كبيرة بحسب مناصريها. يمكن قياس نجاح الحركة بتأثيرها على تصرفات الشركات التي استهدفت لأنها تساعد إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان، وخير مثال إلغاء شركتي G4S وفيوليا علاقتهما التجارية مع إسرائيل. ما تقوم به الجامعات والمجالس المحلية هو أنها تستمع لأعضائها بعدم استثمار أموالهم في الشركات التي تساعد إسرائيل على احتلال الأراضي الفلسطينية.
عدد من البريطانيين من نقابيين وفنانين ورجال دين وأكاديميين يعتقدون أن عليهم دعم حركة المقاطعة هذه في ظل عجز حكومتهم عن القيام بشيء لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين. في مثل هذه الجامعة البريطانية تحظى حركة BDS بدعم قوي بين أوساط الطلبة وحتى الأكاديميين رغم محاولات اللوبي الإسرائيلي التصدي لها. ويرى مناصرو BDS أن أحد مقاييس نجاحاتها هو التحركات الإسرائيلية لشن حملة مضادة لصبغ كل من يدعمونها بمعاداة السامية والدفع باتجاه استصدار قوانين بريطانية لإفشالها. حملة المقاطعة الأكاديمية بالتحديد تنظر إليها حكومة إسرائيل على أنها التهديد الاستراتيجي الوحيد المتبقي، بعدما كانت تقول إن القنبلة الإيرانية هي تهديد آخر، لكن ذلك لم يعد وشيكا، فحركة BDS تشكل تحديا مهما ومستمرا لسيادة إسرائيل. ويعتقد هؤلاء أن مواصلة حملتهم من شأنه أن يردع إسرائيل عن انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ويشيرون إلى دور الحركة في الإطاحة بنظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. من حربلو، الجزيرة، لندن. قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون إن الرجل الذي هاجم شرطيا عند كاتدرائية نوتردام صاح قائلا هذا من أجل سوريا. وأضاف الوزير أن المهاجم كان يحمل بطاقة هوية تشير إلى أنه طالب جزائري. وكان شرطي قد أطلق النار على شخص حاول الاعتداء عليه بمطرقة في الساحة المقابلة لكاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الشرطة إن ضباطها أطلقوا النار على المهاجم وأصابوه. أكدت الشرطة البريطانية أن المنفذ الثالث لهجوم جسر لندن يدعى يوسف زغبة، وهو إيطالي من أصل مغربي.